بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ كويسين يا رب ان شاء الله كده. كل اللي يشترك في قناته ويحط لي لايك يجعل الفرح قدامه والسعادة قدامه. آه يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح التفاح. يا رب يسعدكم ويرضيكم ويجبر بخاطركم جبر تعجب له أهل السماوات والأرض. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، تحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين اتنين. وانا حابة اشكر كل اخ وكل اخت وكل اب وكل ام اشتركوا في قناتي. الف شكر لكم، الف شكر لكم. ويا رب ان شاء الله يجعل في ميزان حسناتكم ويجعل الفرح قدامكم والسعادة قدامكم ان شاء الله يا رب. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله. النهاردة قلنا نعمل مع بعض كده فيديو شيق 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 شيق. بصراحة جيت اقول بصراحة قلت بصراحة. الحمد لله. الفيديو يستاهل المشاهدة ويستاهل اللايكات. شايفين ما شاء الله الورقة عاملة ازاي رهيفة ازاي، وعاملاه بإيه؟ من دقيق التومين، قسما برب الكعبة من دقيق التومين، والطعم بتاعه فوق الخيال. دي يا جماعة في أول فيديو عسل أسود. اشتري البرطمان مش عارفة يا رب ب30 ولا ب25. ودي طحينة. ودي اللهم صل على سيدنا محمد جبنة قديمة مشتريها مش عارفة برضك ب30 ولا ب20 زي كده يعني. شايفين؟ بس اللي هو العسل دي انا حاساه مش زي المية، عشان العسل دكيتي ما يبقى ما يجيبهولي جوز اللي يبارك لي فيه، ما يجيبهولي بالجركان. فاشترينا دي كنا معدين كده، وفي كان واحد فارش في عربية يعني ما يبيع عسل وما يبيع فطير مشلتت. فقلنا ناخدهم احنا نشتروا لنا علبة الجبنة ده انتوا شايفيني مش عارفة ب30 ولا ب25 وحياة ربنا. بس الحمد لله حلوة، وطلعت الجبنة حلوة أصلية يعني، مش بس ان هي ما قعدش كتر في العلاوة تحت المش. بألف هنا وشوف علينا وعلينا، بألف هنا وشوف علينا وعليكم يا رب. آه الأكلة دي يا جماعة بصراحة بسم الله ما شاء الله ملهاش حل، ملهاش حل فعلا يعني. لان انا حرفيا انا وعيالي وجوزي بنحب الفطير المشلتت الفلاحي على اصله. هناتي بيت اول ما قطعت هنا، فمع انه سخن لسه طالع من الفرن على طول فما قدرش، فانا عم بعمل كده راحت هي جت عملت معاي. هنبتدي مع بعض الفيديو دلوقتي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم من رضاكم. دول معلقتين ونص سكر ونص معلقة ملح. لازم يا جماعة تحطوا سكر وتحطوا ملح للمعجنات عشان يبقى ايه طعم متعادل. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم. لو عاوزين الملح والسكر تذوبوهم في شوية مية صغيرين دوبوهم، لو عاوزين تقلبوهم زي ما انا قلبتهم كده قلبوهم. وهنحطوا مية لحد ما يتملك يا جماعة زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. دي دقيق تومين. معلش يا جماعة الاولاد بيفتحوا ويقفلوا في الباب فاعذروني. هنشتغلوا مع بعض من الكفي. والعجين بتاع الفطير المشلتت لازم يكون مخدوم كويس ومعجون كويس. مخدوم كويس ازاي؟ مخدوم كويس اللي هو ما يبقى معجون كويس. يا رب. هنعجنهم واحدة بواحدة وهنوريكم كب بق بق على قد ما ياخد معاك العجين، مش لازم نكيله. شوفي انت عينك خليها ميزانك والفطير هيطلع زي ما انتوا شايفين. طب والله العظيم دي من دقيق التومين، فما بالكم لو بدقيق معجنات او بدقيق فينو. وهعمله لكم مرة تانية بالفينو، هعمله لكم مرة تانية بدقيق المعجنات ان شاء الله كده. ان شاء الله كده يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. لازم العجينة تتخدم كويس عشان زي ما انتوا عارفين اي معجنات ما تحب تتعجن كويس وتتخدم كويس وتبقى العجينة كده بسم الله ما شاء الله زي الملبن. فهناتي هنخدموها كويس كويس وهنوريها لكم كده في نهاية الفيديو، في نهاية يعني ما نخلص عجين بإذن الله. العجينة بسم الله ما شاء الله عليه اللهم بارك. اللهم
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. هناتي شايفين الكم الجلابية بتاعي نزل، فرفعته وحطيت شوية مية عشان نملكوها كويس كويس. يا رب كده تجربوه وتاكلوه بالصحة وراحة البال وهدوان السار، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا جماعة. زي ما انا قلت لكم في الاول، لازم نخدم العجينة بتاعت اي معجنات، نخدمها كويس ونعجنها كويس، فهو ده اللي بيخلي الحاجة تطلع مظبوطة. ان العجين ليه نص يعني العجين ليه النص في الحاجة، فاهميننا يا رب. يا حي يا قيوم. هناك حطينا شوية سمن على بيهم العجينة، وهنشوفوها اذا كانت عاوزة تتلم ولا، بس مع اني حطيت لها بالسمنة عشان تتلم فحسها تخينة برضو، فهعمل السمنيات دول واملكها كويس واشوفها، اخليها تاخد وتدي كده بشكل ودي العجينة، وتبقى زي الملبن في الحلاوة ان شاء الله. ولو كانت عاوزة مية تاني بعد ما اخدمها كويس بالسمنات اللي انا حطيتهم، هحط لها مية. لو ما كانش عاوزة راح اغطيها واخليها تستريح، خليها تستريح ساعة، خليها تستريح ساعة الا ربع، خليها تستريح 40 دقيقة، نص ساعة زي كده. شايفين ما شاء الله العجينة؟ شايفين؟ اللهم بارك. شايفين؟ ما عجش مية الحمد لله. يعني زي ما انا قلت لكم، عايزين تعبروا وش تطلع العبارة المية مظبوط عبروا، عاوزين تكبوا كبة كبوا. هناك انا سبتها تتغطى وغطيتها بالفوطة، وشايفين بعد ما خليناها ساعة الا ربع يا جماعة ما شاء الله. هنقطعهم حتت حتت كده ونشتغل على طول فارد، او لو عاوز اقطع حتة حتة ماشي براحتك على حسب ما انت عاوز. وحيبة بسم الله ما شاء الله كده، وتحفة تحفة تحفة اللهم بارك يا رب. ولازم الصينية اللي نعمل عليه ندهنها زيت عشان الفطير ما يشبكش في الصينية ولا حاجة. يا حي يا قيوم. شايفين ما شاء الله الفطيرة عاملة حلوة ازاي. شايفين ما شاء الله العجينة عاملة على الصينية اللهم بارك. شايفين بمسكها واعملها ازاي، شايفين بسم الله ما شاء الله. هي بصراحة عاوزة تفرش شوية تاني، وهنفرضها ان شاء الله عشان يبقى مورق الفطير وكل حاجة. شايفين ما شاء الله مع ان العجينة مفروضة على الصينية وحلوة ازاي. شايفين الفقاقيع اللي انتوا شايفينها ده يدل على انها هي مفروضة كويس. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. لو فيها حتة قطع وقطعتين ما يعملش حاجة. بألف هنا وشفا. شايفين ما شاء الله الفطير عامل ازاي، شايفين الرهيف ازاي وجميل ازاي. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. اتمنى انكم تجربوه ويطلع ان شاء الله حلو واحلى كده. انا طبعا عارفاكم كلكم شطار وكلكم ستات بيوت، لان يا جماعة مهما تعلمني ومهما خدنا تعليم عالي برضك مسيرنا للجواز ومسيرنا للمطبخ ومسيرنا ان شاء الله كده لأولادنا. وبألف هنا وشوف علينا. شايفين ما شاء الله الفطير بيتكلم عن نفسه ازاي يا جماعة. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين عامل زي الزبدة في الحلاوة. لو عاوزة تعملي بيدك، بس بصراحة الفرد بيد احسن من النشاب، عشان اقول لكم الصراحة ان النشابة مع شايفين ما قداش مصلحة، لكن تحط شوية سمنة كده وشوية زيت وتفرضي عسل عسل عسل. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. النشابة ما كانتش قضية مصلحة، فقلنا نجربوها ما نفعتش، حشناها طبعا. شايفين الفطيرة عملتيها على الصينية بسم الله ما شاء الله. دي حشناها وحطينا واحدة تاني برضو.
وهنفرضها مع بعض. شايفين؟ اللهم بارك يا رب. يا مالك يوم الدين يا الله. لازم يا جماعة الفطير المشلتت تبقى الفطيرة بتاعته رهيفة. شايفين انتوا شايفين عاملة ازاي على يده انا مفرط فيه يا رب. شايفين فطيرة ما شاء الله نحن ونفرضها على الصينية عاملية. شايفين زي ورقة السجارة. شايفين ده عاملة ازاي عاملية ده لانها تدل على انها مفروضة كويس جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبدقيق التومين دي يا جماعة زي ما انا قلت لكم في الاول، دي بدقيق التومين. اللهم بارك. هنشوفهم مع بعض. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. لو عندك زبدة حطي، لو عندك سمنة حطي، لو عندك سمنة وزيت حطي برضو مش هيقول لا، مع شوية عسل اسود وجبنة قريش كده قديمي حلوة بألف هنا وشفا علينا وعليكم. ولو في عسل نحل معاك برضو عسل هيبقى يعني بسم الله ما شاء الله هيبقى. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هنقولوا دلوقتي في الصينية ولحد ما نخلصهم كلهم مرة واحدة. وبعد كده ايه نحطهم في الفرن. هنخليهم على كده قاعدين كورة، وبعد كده ما نخلص نفرطهم في الصواني بتاعتهم. طبعا انا عيالي ما شاء الله يعني ما بيحبوش يقطعوا القرص مع اخته ودي مع اخته، لا بيحبوا كل واحد وحدهم. فانا الكبار عامله لهم كبير والصغير عامله لهم صغير وهشوفوهم. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مالك يوم الدين يا الله. شايفين الفطيرة يا جماعة مفروض ازاي والعجينة عاملة ازاي على الصينية؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بألف هنا وشفا علينا وعليكم. أتمنى كده تشجعوا وتقوموا تعمليه، لأن الأكلة دي بصراحة أكلة ما شاء الله عليه. أنا عن نفسي من عشاق الفطير المشلتت، اللي هو أحبه أكتر حاجة بالعسل والجبنة القديمي اللي هي بنطلعها من العلاوة كديتاي تكون عاملاها أمهاتنا بتاع زمان وجدادني، يعني جدي وجدتك. وساعة ساعة برضو محبه جو برضو بالشاي، برضو بصراحة مدمنة بالشاي بصراحة، لأني اتعودت أكل الفطير المشلتت بالشاي. لما أكون هتغدى بيه أتغدى بالعسل الأسود والجبنة القديمة كديتي. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. هنا بعد ما خلصنا هنفرقهم مع بعض كده وهنشوفوهم وهنسووهم. وانتوا ايه ده اللي عملته زي ما انا قلت لكم بتاعت عيال الصغيرين، كل واحد واحد وحده عشان ما يتعرفوش مع بعض ولا يشكلوش. ويا رب الفيديو يعجبكم ورضاكم ان شاء الله. كديتها ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه فضلا ونس امرا وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناه مطبخ الطيبين. ويا رب كده الفيديو يعجبكم ورضاكم. شايفين؟ بعد ما قطعناهم كلهم وعملناهم كلهم وفردناهم كلهم سيبناهم يروحوا ودينا ايه بنفرطهم برضو وهندخلهم الفار. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. شايفين لما ارتاح يا جماعة ما يتفرط بكل سهولة، بكل سهولة الفطيرة بتتفرط. وان شاء الله نعمله فيديو تاني وتاني من الفطير، بس ان شاء الله الدرجة هنعمله بدقيق معجنات او بدقيق فينو على حسب. يا رب.
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. زي ما أنا قلت لكم في الأول، عاملة لكل عيل من عيالي الصغيرين، عاملة لكل واحد وحده، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم، عشان ما حدش يتعرق، عشان مخه ما يوجعنيش منيهم، عشان لما يتعرقوا ربنا يهديهم ويصلح بحالهم إن شاء الله. ولو وصلتوا معي لحد هناك ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على كل عشان يوصلكم كل جديد، وتحطوا اللايك وصلوا على نبينا زين، دوسوا اللايك بيدكم الاثنين، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.